قطاع النجدة في مأرب بعد أن وصلت معلومات أن هنالك خلية نائمة للميليشيات الانقلابية تقوم بتصنيع عبوات ناسفة وتروم قيام بعمليات تخريبية داخل مأرب. نحن القناة الوحيدة التي قمنا بمرافقة قطاع النجدة، وتم القبض على زميل جمال بهيج، تم القبض على 3 من العناصر الانقلابية، وكذلك مصادرة أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات بالإضافة إلى أجهزة اتصال. دعيني أتحدث الآن مع العقيد الركن أحمد قائد قطاع النجدة. ماذا يمكن أن تخبرنا عن هذه العملية؟ اليوم ولله الحمد تم مداهمة خلية إرهابية تم متابعتها على مدى 11 يوم، وتم رصدهم في الموقع هذا، وتم دراسة طبيعة تحركاتهم، وقمنا وأنتم مشاركتونا في عملية المداهمة، ولله الحمد تم إلقاء القبض عليهم، وكان بحوزتهم مجموعة من الأسلحة. تم تفكيك أحد الألغام وهي طبعا صنع إيراني. تحدث لنا عن الأسلحة المصادرة. هي عبارة عن أسلحة كلاشينكوف وقناصات ومعدل بيكا وألغام إيرانية الصنع، وتم تفكيكها، وعبوات يعني عبوات إيرانية أيضا تم عن طريق الخبراء تفكيكها، وأسلاك صاعقة ومعجون متفجر شديد الانفجار. عقيد أحمد، ماذا يمكن أن تخبرنا عن يعني المعلومات الاستخباراتية، يعني بمعنى أن كيف استطعتم الوصول؟ المكان نائي، قطعنا مسافة يعني من مأرب للوصول لها، عن ظروف العملية. طبعا تمت متابعتهم، وكانوا تواجدوا في السوق، وكان معهم مكان نائم هذا الموقع اللي احنا فيه، وهذا كان محل التخطيط وصناعة المتفجرات، وعملية التنفيذ تنطلق من هذا الموقع. تمت متابعتهم. طبعا هم يتبعوا المعلومات الاول لدينا انهم يتبعوا ميليشيات الحوثي وعلى عبد الله صالح. طيب بالنسبه يعني الان هم لم يتم التحقيق معهم، لان الموضوع الحين من خلال معلوماتنا المتتابعه انهم يتبعوا على ميليشيات عبد الله صالح والحوثي، وسوف يتم نقلهم الى